السلام عليكم. اليوم معكم الجزء الثاني من الكيك ديزاين. غادي ننتقلوا لبقيه المراحل. اذا باش غادي نكملوا ونديروا المونتاج والتغليف ديال هذا الكاطو، خصنا نوجدوا اولا الكاناش اللي غنغلفوا به الخارج ديال الكاطو. كناخذوا 100 غرام ديال كريمه ليكيد، وكنضيفوا لها 150 غرام شوكولاته داغوباج العاديه، و150 غرام ديال الشوكولاته ممتازه سوداء. كنحاولوا ان ملي سخنا الكريمه كنحيدوها من فوق البوطه وكنضيفوا لها الشوكولاته بجوع النوعين، وكنحاولوا ديما نحركوا حتى كيذوب ويمتزجوا مع بعضياتهم. كيعطيونا هذا الشكل. نخليه يبرد حتى نرجعوا ليه. كناخذوا واحد جيب حلواني وكنخويو فيه، نعمروه بداك الكريمه موسلي اللي وجدنا في الجزء الاول. كناخذوا لو مول سيلندريك بهذه الطريقه اللي على القطر ديالو 15 على 12. القطر 15 كنغلفوه بفيلم اليمونتير وكندوبلو هذا الفيلم اليمونتير، وهذا هو الوجه ديال الكاطو اللي غيكون هو القعر ديال، لاننا غنديروا المونتاج الانفير بالمقلوب. اذا كنوضعها فوق كرتون ذهبي، وكنوضع داخل هذا المول الغدويد اللي هو بلاستيك غليظ كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا مواد الحلويات. اذا ليساج اللي غادي ندير دابا في قلب الغدويد، كتلاحظوا معايا كناخذ الشكلاط بسباتولا وكنبدا ندهن هذاك الغدويد من الداخل، حيت هو اللي غيكون الخارج ديال الكاطو بلا ما تمحلوا. منين غادي ديموليوها وغادي تشوفوا النتيجه كتحمر. والقعر ديالها كذلك كنحط واحد الكميه ديال الكاناش وكنبدا ليسي بسباتولا كيف كتلاحظوا حتى كتعطينا هذا الشكل. اذا هذا هو الشكل الخارجي ان شاء الله. عاد كنبدا المونتاج. كنحط واحد الدائره ديال البسكويت جينواز وكنديرها الوسط وكنبرك عليها شويه، وكناخذ الكاناش اللي درتو في جيب حلواني وكندورو مع الجناب ديال البسكويت وكنلصقو مع الجناب ديال هذاك الشكلاط اللي دهنت في الغدويد، باش كنكون متاكده ملي غنديموليه غيبان لي غير الشكلاط ما غيبانش شي حاجه اخرى. كنسقي هذيك الجينواز كيف كتلاحظوا بداك السيرو اللي وجدنا في الجزء الاول، وكنوضع فوق البسكويت الكريمه موسلين، وانا كندور هذاك اليومول اللي وضعته على صحن دوار. اذا فوق هاد الكريمه موسلين كنحط الكروكون اللي وجدنا في الجزء الاول وكنحاول نوسعه من الفوق بهذا الشكل. عاود كناخذ الكاناش دو ليساج اللي وجدت وكنعاود ندورو مع الجناب باش هذاك الحشوات اللي حطيت ما تخرجش ليا في الخارج ديال الكاطو ملي غنديموليه. كنحط عاود واحد دائره اخرى ديال الجينواز كنبرك عليها شويه باش كيطلع لي داك الشكلاط اللي درت في الجناب وما كتغطى هذاك البسكويت. كندور عليها كذلك بالكاناش وكنجيب عاد السقوه وكنسقي الجينواز بهذاك السيرو اللي وجدت، وعاد كنوضع الكريمه الموسلين وانا كندور باش نسرحها فوق البسكويت. ثم هنا غادي ندير فوق هاد الكريمه موسلين كندير كريمه كراميل، يمكن لكم تشريوها جاهزه. دابا نحطها لكم هذه كريم كراميل بوغ صالي، ومن فوقها كنحط الكروكون اللي وجدنا نسرحها بهذه الطريقه الى ان انتهي بدوائر الجينواز اللي عندي. نفس الطريقه كنانتغاليت كنصل لاخر مرحله، ودائما كندور مع الجناب هذاك الكاناش باش كتبقى الخارج ديال الكاطو كيبان ليا غير الشوكولا دو ليساج. اخر مرحله كنوضع اخر ديسك ديال الجينواز وكنغطيها بالشوكولا وكندخلها للفريكو ليله كامله، والغد كنحيد كنغطيه بالكاغيط ديال الطهي وندخلو الفريكو على الاقل 3 ساعات وكنخرجو كنديموليه. لاحظوا معايا كنحيد الغدويد، لاحظوا معايا كيفاش كيجي هاد ليساج بلا عذاب بلا محاين، وكنغطيها بالعجينه السكر اللي كتباع حتى هي، وكناخد شويه منها وكنلونها باي لون حبيتو باش كدير دي ديكور
كاينين دي مول سيليكوني اللي كيعطيونا دي ديكور، نتوما كيبقى لكم الاختيار. اذا كنحاول نخرج داك الجناب على برا وكنوريك على حتى كتلصق، ونقطع الزوائد. كنزين هذه عجينه السكر، انا درت لها الموف وريضات بعجينه السكر. وهادو كاينين دي مول سيليكوني كيتباعوا، كتحطوا فيها عجينه السكر وكتعطيكم هاد لي موتيف، وكتلصقوهم بشويه ديال الماء. بالصحه والراحه والى الملتقى. ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه.